السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان ومساءكم زملكاوي. النهاردة للأسف هنقل لكم خبر حزين أحزن كل الشارع المصري، وهو إن النادي العظيم بطل المجرة خسر من صن داونز كالعادة 5. طبعا يا جماعة كلنا عارفين ان النادي الاهلي ما بيخسرش الا بفعل فاعل وعوامل خارجية، وعشان كده الساعة البيولوجية والكرة المهوية والشمس العمودية كلهم اتجمعوا وادوا الشناوي خماسية 5. بس لازم يا جماعة رغم كل الظروف المحاوطة ما ننكرش التطور الكبير اللي حصل في مستوى النادي العظيم والفرق الكبير بين مباراتي صن داونز في 2019 وفي 2023. في 2019 الاهلي اتهزم 5-0 من صن داونز في جنوب افريقيا، اما في 2023 فالأهلي خسر 5-2، وده إن دل على شيء فإنما يدل على التطور الواضح في مستوى النادي الأهلي. من كام يوم كده كان فيه هتاف ظريف خالص كان بيقولوا جماهير النادي المنافس في مباراتهم قصاد فريق القطن. كانوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا أفريقيا عايزة صحة والزمالك عنده كحة. بصراحة الرد عليهم كان سريع جدا، وهو إن الأهلي عنده ضربة شمس من مباراتي الهلال وصن داونز. بعيدا بقى عن التحفيل كان في تصريح للكابتن محمد الشناوي في المؤتمر قبل خماسية صن داونز. بيقول فيه ايه؟ بيقول هناك فرق تخوض المباريات على ملاعب وتختار توقيتا لا يتناسب مع إقامة مباريات كرة القدم لتلاعب الأهلي، وده طبعا كان اعتراض على ان المباراة هتتلعب الساعة 3 برغم ان ماتشات كاس العالم في قطر كانت بتتلعب من 12 الظهر وما كانش فيه مشكلة ولا في حد اشتكى، وماتشات الدوري الانجليزي والاسباني بتتلعب الساعة 2 الظهر عادي جدا ومفيش مشكله. والنهارده في نفس توقيت مباراه الاهلي كان في مباراه ريال مدريد مع اسبانيول. ده اولا. ثانيا بقى يا كابتن اظن ان النادي الاهلي كان محدد ملعب السلام للمواجهات الافريقيه، وفجاه غير الملعب من استاد السلام لاستاد القاهره، الاستاد اللي هيستضيف المباريات المتبقيه للنادي الاهلي في افريقيا. اظن انك كان لازم تركز اكتر من كده وانت بتقول التصريح، بس الغلط مش عندك يا كابتن. ان كان اعلامنا الجميل مع كل هزيمه بيتلقاها فريقك بيروجوا لحاجات غريبه زي الساعه البيولوجيه والكره المهويه، فليه هنستغرب من تصريحك؟ اما بعد خماسيه صن داونز فكعاده المدير الفني للنادي المنافس قرر انه يشيل الاخطاء كامله مكتمله للعيبه وما حاولش يحميهم او يدافع عنهم ويكون الحساب في اوضه اللبس. لا، خرج المدير الفني مارسيل كولر اللي عنده في كل مركز لاعب واثنين ومحتفظ باكثر من 50% من القوام الاساسي للفريق، وقال التصريح ده: نعم نتيجة المباراة كانت مذلة، لكن كانت طبيعية لحالة الرعب والهلع التي كان عليها لاعبي الأهلي اليوم، كما إنها خير دليل على فراغ الفريق من العناصر التي تصنع الفارق من حراسة المرمى مرورا بالمدافعين وانتهاء بالمهاجمين. إننا فريق لا يستحق. تصريح غريب وبيدل إن المدرب ما عندوش شخصية تحمل الإخفاقات، وده هيكسر الثقة ما بينه وبين اللعيبة، وده اللي ممكن يتسبب في مشاكل كارثية جوه أوضة اللبس. كابتن أحمد شوبير امبارح في برنامجه اللي مفروض على قناة محايدة كان بيتكلم وبيهدد اتحاد الكورة من إصدار عقوبة الإيقاف على كهربا، وبيقول: المؤكد إن هناك عقوبة، والكلام الذي يتردد إنه 8 مباريات ده كلام يتقال، وطالما إنه كلام لسه وليس هناك قرار، وفي حالة خروج القرار بهذه العقوبة سيكون هناك كلام وكلام وكلام، والنادي الأهلي أخذ هذا الكلام بجدية شديدة جدا، وهناك حالة من الاستياء والدهشة، والنادي الأهلي يرى أن أقصى عقوبة هي الغرامة فقط، وسوف يكون هناك تحرك شديد من الأهلي إذا صدر هذا القرار. وأضاف كمان إنه في حالة إصدار عقوبة بالإيقاف 8 ماتشات إن وقتها الأهلي هيستأنف، وإن ما حصلش حاجة وما اتلغتش العقوبة هيستأنف قصاد مركز التسوية والتحكيم، وفي الوقت ده كهربا هيلعب عادي لحين البت في قرار الإيقاف. كابتن شوبير تقريبا كده يا جماعة بيتكلم عن قانون تفصيل، ونسي إن لما طلع قرار بإيقاف شيكابالا والزمالك استأنف فضل شيكابالا موقوف لحد ما أصدر قرار بإيقافه 8 ماتشات. يعني كهربا المفروض هيفضل موقوف لحد ما يتم الفصل في مدة إيقافه، ده إن ما كانش لاتحاد الكرة رأي تاني. الغريب بالنسبة لي إن رغم كم التحيز الواضح من اتحاد الكرة للنادي الأهلي سواء تعنتهم في قيد صفقات الزمالك أو قبل كده وقت العقوبات اللي صدرت على شيكابالا وأحمد عيد وإمام عاشور، إلا إن كل ده مش كافي للنادي العظيم وجماهيره، لدرجة إن صفحة من صفحات النادي المنافس بتقول إيه؟ اتحاد الكرة بيصدر عقوبات استباقية ضد كهربا لشغل الرأي العام عن الفشل الدائم للكرة المصرية في مختلف الملفات، وكل ما ناخد صفر جديد تطلع عقوبة الكهروب المعلبة المركونة في درج اللجان المعينة في اتحاد أدمن الفشل. وإلا ما معنى أن تخرج تسريبات عن عقوبة كهربا وعدم البت في الشكوى المقدمة من اللاعب ضد رئيس الزمالك، والمقدمة في نفس التوقيت بعد تطاول رئيس الأبيض على اللاعب بالأب والأم، بالإضافة لشكوى أخرى من النادي الأهلي ضد رئيس الزمالك بعد تحريضه العلني على فريق الأهلي في السودان.
ومحدش يعرف مصير الشكاوي دي. لكن بخصوص كهربا فالموضوع منتهي لشغل الرأي العام عن فضيحة كاس أفريقيا للشباب. والله يا جماعة الناس دي مش عارفة تعمل معاكوا ايه. تسريبات عشان تهز استقرار نادي الزمالك، وعملت منع قيد الصفقات وما تأخرتش، وخلت الزمالك قعد اكتر من 20 يوم عشان يستفيد بصفقات يناير. يوقفوا اي حكم تخسروا معاه، في حين ان الحكام اللي بتظلم نادي الزمالك فاضل يعلقوا لهم نشان. مش عارفه الحقيقه انتوا عايزين اتحاد الكره يجاملكوا اكتر من كده ايه؟ وكل ده وبتقولوا ان الزملكاويه هم اللي عايشين نظريه المؤامره. والله ده حتى دكتور علاء ما عندوش القدره يعالجكم. من فتره كان فيريرا طلب من كابتن ايمن الرمادي ومدرب اسوان انه يلعب بنفس القوه اللي لعب بيها قصاد الزمالك قصاد كل الفرق. وقتها الاعلام كله عمل حمله على فريرا، وبداوا يهاجموه ويقولوا له ازاي تقول كده، وانت مش من حقك توجه له اي كلام او تقول كلام زي ده. يا ترى ايه راي نفس الاعلام النهارده في تصريح مارسيل كولر الموجه لنادي سان داونز اللي بيقول فيه اتمنى ان يلعب نادي سان داونز المباراتين القادمتين بشرف. يعني مارسيل كولر مش طالب فريق سان داونز انه يلعب بنفس القوه قصاد الفرق، لا ده كمان شكك في نزاهه النادي الجنوب افريقي. فايه هيكون رد فعل الاعلام على تصريح مارسيل كولر؟ وهل هيتعامل معاه بنفس الطريقه اللي اتعاملوا بيها مع كلام فريرا؟ لا طبعا. انا قلت كده برضه. دي فقره ودي فقره. على الرغم من عدم متابعتي لقناه الزمالك الا ان التصريحات اللي بتتنشر على الصفحه الرسميه للقناه بتدل على الحال اللي وصلت له القناه. قناه الزمالك امبارح اعلنت اصابه شيكابالا بكورونا ومشكله في الدم، وبعد ما بدأ الجمهور يقلق ويقول فعلا شيكابالا مختفي بقاله فترة وإن ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة. وبعد تصريح القناة بدأ فعلا جمهور الزمالك كله يقلق ويتأكد إن في مشكلة حقيقية عند شيكابالا ويقلقوا على الأباتشي وصحته. اتفاجئنا بالليل على قناة الزمالك برضو برد دكتور أسامة دكتور الفريق من خلال مداخلة ليه بتكذيب الأخبار اللي انتشرت على قناة الزمالك، وأكد إن شيكابالا مصاب بنزلة برد عادية وإنهم عملوا له تحليل كورونا والتحليل كان سلبي. بجد لا تعليق. أصبح من العادي بالنسبة لنا من وقت ما تولى أحمد مرتضى منصور مشرف عام على ألعاب الصالات هو إننا نسمع أخبار الهزايم المتتالية للزمالك في ألعاب الصالات. كلمة لأحمد مرتضى: يا أستاذ أحمد لقد نفذ رصيدك وأثبت إنك فشلت فشل ذريع في إدارة ملف ألعاب الصالات، وكل يوم بيمر بيأكد فشلك في إدارة الملف ده. استقيل وسيب الكوادر من أصحاب الخبرات تدير الملف ده، وكفاية بالله عليك تدمير في ألعاب الصالات بنادي الزمالك. في النهاية بتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراة إنبي، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب اوعى تبطل تحشد وتدعم وتساند وتردد، كلنا وراك يا زمالك.